الصينيه اللي قدام حضراتكم دي كنافه اساور، ما خدتش اي وقت. معايا الكنافه جايباها صبحه، جايباها قالي من اللي هي الرفيعه علشان خاطر تبقى حلو في التشكيل. خدي كميه بسيطه اشتغلي بيها والباقي غطيه، واللي انت هتشتغلي فيه بخيه بالميه علشان تعرفي تشكليه. انا عملتها على صابعي، اكبسي حلو وانت بتلفي بس على الصابع، اكبسها حلو. انت عايزاها تبقى صغيره علشان يبقى شكلها حلو وتبقى صغيره في البق، وحتى لو الاطفال كلوا منها تبقى حاجه صغيره كده وتبقى لذيذه وشكلها حلو. اكبسي زي ما يعني انت لفها على صابعك جامد واكبسيها جامد علشان خاطر ما تفكش منك. وانت ساعه ما تقطعها كده ولقيتها فكه منك بخها بميه بسيطه. الميه لو انت بخاتيها بميه ما تكتريش الميه وانت بتبخي علشان خاطر ما تعجنش منك، علشان هي رفيعه. هخلص الكمية، هكون انا مجهزة الشربات: كوبايتين سكر على كوبايتين مية ونص كوباية جلوكوز، او 2.5 سكر واتنين مية وليمونة، وتسيبوهم يغلوا على النار. الشربات بتاع الكنافة بيبقى تقيل وبيبقى بارد. معايا السمنه سايحه، احط عليها معلقه سمنه بلدي لو فيه، او معلقه او حته زبده بيخلي طعمها حلو. السمنه كتير للكنافه علشان خاطر تبقى لونها ذهبي، وبعد ما تخرجيها من الفرن صفي السمنه الزياده اللي فيها علشان ما تبقاش دسمه، وسقيها بالشربات البارد. احطها في الفرن، تكوني مولعه الفرن من قبلها، طلعها اللون الذهبي. انت ما تسقيها بالشربات البارد وهي سخنه. قلبي الصينيه كده كل الجوانب علشان قطعه الكنافه تشرب شربات من فوق ومن تحت. وبعد كده شيليها في طبق. عايزه تزينيها باي حاجه زينيها، بكريم شانتيه، بشوكولاته، بمكسرات. عايزه تسيبها ساده كده هي حلوه. الكنافة معروف انها دايما بناكلها في رمضان، كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم وسعيد عليكم يا رب وعلى كل حبايبكم. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. سهلة وبسيطة وما خدتش اي وقت. هي الكنافة كلها واحد بس بتختلف بالطريقة. واشوفكم في فيديو جديد.